الو. الو. الو، اهلا وسهلا. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، انت على الهوا. حابه تقولي اسمك؟ اسمي هند. اهلا بيكي يا هند، اتفضلي يا هند. بصي يا استاذه مروه، اتفضلي. انا عندي مشكله. طول عمري كنت متجوزه حد انا ما كنتش عايزاه. امم تمام. وجبت منه 3 اطفال. بس كنت طول عمري في مشاكل وفي وجع دماغ وقله مصاريف وحاجات من ديت. امم فجيت طفشت مره. طفشتي؟ ايوه سبتيه؟ طفشت. او اه. اخدت اولادي وطفشت. امم بعد كده رجعت تاني بعد شهر. تمام. طفشتي، رحتي فين؟ رحت القاهره. امم انا عامه من محافظه البحيره. رحتي لحد عارفاه ولا يعني مشيتي كده وخلاص؟ لا مشيت كده وبقى خلاص. اخدت شقه قعدت فيها انا واولادي. امم تمام. انت طفشتي بولادك؟ ايوه باولادي. امم وجيت بعد كده اخدت بعضي ورجعت. قالوا لي رجعي وهنطلقوكي وهنعملوا لك اللي انت عايزاه. سمعت كلامهم ورجعت. بعد ما رجعت مفيش جديد. ضربوني وبهدلوني ودخلت مستشفى وكنت بين الحياه والموت والحمد لله يعني قمت وقفت على رجليا تاني وعديتها ورجعت عشت معاه تاني والكلام ده. امم جيت بعد كده مفيش فايده، ما اتغيرش، مفيش جديد. طفشت تاني. امم بس المرة دي لما مشيت ما اخدتش اولادي. لان انا كنت الدنيا متقفله في وشي وكانت سودا في وشي وما كنتش عارفه ان انا رايحه فين وجايه منين. فما اخدتش اولادي. قعدت 7 شهور بره. بعد ما قعدت 7 شهور بره ورفعت فيهم قضيه الخلع. تمام. وبعد ما خلاص اخدت الحكم بتاعي واتطلقت اخدت بعضي ورجعت. انا قلت خلاص انا اعتبر بقيت حره. وهو كان على علم بقى بالتفاصيل؟ ايوه كان عارف كل حاجه. قلت خلاص انا كده بقيت حره، يعني مش هيغصبوا عليا ان انا ارجع له تاني. فجيت رجعت. بعد ما رجعت طبعا انا رجعت ليا يعني زي شهرين او رجعتي البحيره؟ رجعت البحيره. بعد ما رجعت مفيش جديد، يعني عايزين نرجع له تاني برضه معلش. بعد ما خلعتيه لسه عايزينك ترجعي؟ بعد ما خلعته عايزيني ارجع. طب انتوا عايزين نرجع له ليه بعد ما طفشت وخلعته والكلام ده كله؟ ومعلش يعني اكيد اتقال عليا كلام مش كويس بعد ما طفشت. اكيد طبعا اكيد, أكيد. والف من سأل انت فين وعايشه فين ومع مين وبتاكلي منين. انا معاكي في كل ده. طب انا بعد مثلا ما اتقال عليا كلام مش كويس او اللي انا طفشت او اللي انا خلعته هيرفع اللي انا ارجع له تاني؟ هي مش دي النقطه. مش دي النقطه. هي مش قصه هينفع ولا مش، انت اساسا مش قابلاه. انا مش عايزاه بالظبط، هي دي النقطه الرئيسيه. المشكله اللي انا مش عايزاه، بس هم مش فاهمين كده. مش اشكال عايزاه مش عايزاه، مش اشكال. عيش عشان خاطر عيالك. طب معلش انا عندي 32 سنه ومتجوزه بقالي 14 سنه في ذل وفي اهانه وفي وجع دماغ. طب انا استحملت كتير وباجي على نفسي كتير، هو ليه مش راضي يجي على نفسه؟ ليه مش عايز يتغير عشاني او عشان اولاده؟ بلاش عشاني انا خالص. يعني هو كان قاسي عليكي؟ كان بيضربك كتير؟ كان بيضرب، كان بيبهدلني، ما كانش مثلا بيصرف على اولاده وبيشرب حشيش، يعني حاجات كتير قوي. حاجات وفي تفاصيل تانية بس طبعا الواحد مش هينفع. وانتي عشتي ال7 شهور ازاي؟ يعني كلميني عن معاناة ست طفشت سابت بلدها وراحت بلد تاني مع ناس غريبة. عملتي ايه؟ انا رحت القاهرة برضك مع ناس تانية مع جماعة صحابي. تمام. قعدت معاهم. انا شغلتي اللي انا ميك اب ارتست. تمام. فرحت نزلت في كوافير واشتغلت وبقيت القط رزقي والحمد لله يعني. وكنت بتكسبي وقادره تعيشي؟ وقادره اعيش. كنت قاعده مع اصحابي في سكن وكنت قادره اعيش وخلاص والحمد لله. لكن فكره 7 شهور ما بتشوفيش ولادك اكيد فكره قاسيه جدا. ما كنتش بشوفهم 7 شهور. اكيد كانت 7 شهور صعبه قوي عليا. اكيد. بس انا كان لازم اعمل اللي انا عايزاه. علشان انا ما عدتش قادره العيشه مع البني ادم ده. طيب انت دلوقتي هم بيغصبوكي ترجعي تاني وانت رافضه؟ ايوه. ثواني معايا. الو. الو. استنى بقى. تقريبا
حد جالهم زياره تقريبا. طيب في اللي هي حكته وفي ضوء اللي هي حكته، طبعا اوعي ترجعي واوعي تعيشي حياه انت مش عايزاها. كنت اتمنى بقى ان انت اساسا متجوزاه غصب ما يبقاش في 3 عيال. انا عارفه ان في ناس كتير بتلومني على ده، بتقولي يعني ده نصيب. يا جماعه كل شيء في الدنيا اكيد اكيد ربنا مقدر لنا، بس احنا دايما اللي بنسيء التصرف. ربنا بعزته وجلاله وحكمته بيقدر لنا الخير، لكن ان احنا ما نشغلش عقلنا وشايفين بوادر حياه فاشله. راجل بيضربني وبيشرب حشيش ومش مسؤول وانا مغصوبه عليه واهلي غصبني. يعني قالت لي انا مغصوبه وجبت 3 عيال. امال حضرتك لو ما كنتيش مغصوبه كنت هتجيبي كام؟ كنت اتمنى ان ما يبقاش في عيال العدد ده، ولكن طالما انت مشيتي كل الخطوات دي خلاص ما ينفعش ترجعي. طالما مش عايزاه قولا واحدا. هنا اللعبه بقى في العيال، انت قادره تسيبيهم زي ما سبتيهم 7 شهور؟ اتعودتي على بعضهم وهتقدري تعيشي بطولك كده وبرضه تروحي تشتغلي وتصرفي على نفسك، ولا مش قادره؟ ولادك مهمين. كل واحده ربنا خلقها هي اللي تحكم الامر ده. الامومه فطره غريزه، بس احيانا بيبقى في شواذ للقاعده، وبنلاقي امهات ما عندهاش الفطره والغريزه دي، تقول لك مش عايزاهم، ابوهم ياخدهم، انا اجيب لهم منين؟ انا عايزه اعيش حياتي، انا مش عايزه تبقى شيلتي تقيله، عايزه اتجوز تاني ولما يجي لي واحد يلاقيني خفيفه وبطولي. في امهات دي وجهه نظرهم، وفي امهات تقول لك انا زي القطه اخد عيالي وانط بيهم 7 حيطان. شوفي انت من اني نوع، اللي عايزه زي القطه كده تنط ب7 حيطان بولادها بس يكونوا معاها، ولا عايزه تعيش لنفسها وتعيش حياتها وتشتغل وساعتها تنسى الماضي بما فيه، لكن رجوع تاني ليه لا، لانه مش افضل اب ولا زوج.